والآن أناقش في ذات السياق مع ضيفنا هنا في استوديو العربية الصحفي المصري فرج إسماعيل. أهلا بك أستاذ فرج. يعني بداية هناك حديث الآن عن فريق آخر في الحزب الوطني الحاكم. هذا التيار يقوده رجال الأعمال، خصوصا في مقدمتهم إبراهيم كامل كان تحدث بداية للعربية، قال للعربية بنفسه، قال بعد خطاب الرئيس: اذهبوا بكاميراتكم غدا إلى ميدان مصطفى محمود لتروا آلاف المتظاهرين المؤيدين لمبارك. هل هذا يعطينا صورة عن هذا الانزلاق الخطير الذي وقع بالأمس؟ نعم، حقيقة يعني قراءة خارطة أجنحة أخرى في السلطة أو في الحكم أو في النظام، وأجنحة أخرى أيضا في أجهزة الأمن الداخلية، ممكن أن نقرأ من خلالها أو أن نحلل من خلالها ما جرى بالأمس في ميدان التحرير. نحن كلنا استمعنا إلى رجل الأعمال المعروف والشهير إبراهيم كامل في تصريحاته للعربية التي أعقبت خطاب الرئيس مبارك الذي أعلن فيه عن إصلاحات أعتقد أنها الأفضل في تاريخ النظام الجمهوري. يعني إبراهيم كامل طلب من العربية أن تنزل بكاميراتها إلى الشارع. إبراهيم كامل في الحقيقة يقود جناح، هذا الجناح هو الذي يمسك بملف التوريث. إبراهيم كامل في العام الماضي، وهو رجل أعمال يملك فندقا ومطارا ومشروعات كبيرة في الساحل الشمالي، في العام الماضي تقريبا في شهر أغسطس أعلن في إحدى القنوات الفضائية المصرية عن معارضته لأن يستمر الرئيس مبارك في أن يرشح نفسه مرة أخرى. قال أن جمال مبارك هو المهيئ الآن لقيادة الحكم، وأنه سيفوز في الانتخابات القادمة في أنزه انتخابات تجري في تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة. يعني هو وراء ترشيح جمال مبارك في الانتخابات القادمة للحكم، ويقول أنه رجل ذكي ابن المطبخ السياسي ويعرف ما يدور وراء الغرف المغلقة. إبراهيم كامل أيضا عنده من الشجاعة ما عارض به الرئيس مبارك علنا في العام الماضي في شهر أغسطس من العام الماضي، عندما حسم الرئيس مبارك ملف منطقة الضبعة بالنسبة للمحطة النووية المصرية. إبراهيم كامل على رأس فريق رجال الأعمال الذي يرفض إنشاء محطة نووية في الضبعة، كان في الخارج، وعندما أعلن الرئيس في اجتماع لمجلس الوزراء أن الضبعة ستكون هي محطة الكهرباء النووية، قال في الخارج في تصريح لصحيفة المصري اليوم: هذا القرار أنا أعارضه، وعندما أعود إلى مصر سيكون لي رد آخر. يومها تحدثت الصحافة المصرية عن ما هو هذا الرد الذي يملكه رجل أعمال، هل سيسحب أمواله من البنوك؟ يعني كان مثير للتساؤل. هذا الجناح في الحزب الوطني، جناح التوريث، هو الجناح المستفيد من، أعتقد أو هكذا يقول المحللون، المستفيد من الزواج بين الثروة والسلطة، وهو يخشى من يعني يبدو أنه يخشى من انتقال السلطة إلى آخرين في أكتوبر القادم، أو أنه يعارض غير جمال مبارك كرئيس لمصر في الفترة القادمة. أستاذ فراج، هل أفهم الآن من كلامك بأنه في الحزب الوطني الحاكم في مصر ثمة حرس قديم وحرس جديد على رأسهم إبراهيم كامل؟ الحرس الجديد على رأسه إبراهيم كامل وأحمد العز المستقيل، على رأسه رجال الأعمال معظمهم، والذين كانوا يعني يقومون يعني يتولون معظم حقائب الحكومة السابقة، إن لم يكن يعني 95% من حقائب الحكومة السابقة. الحرس القديم على رأسه صفوة الشريف الذي اختفى تماما عن الأنظار منذ يوم الجمعة الماضي. كان آخر تصريح له على ما أذكر يوم الخميس، عندما قال أن الحزب الوطني لا يهرب، أو عندما رد بأنهم لا يهربون، لكنه اختفى تماما عن الأنظار. هذا يقود الحرس القديم. صفوة الشريف كان على رأس الحرس الذي يسعى لترشيح مبارك في الانتخابات المقبلة. الحرس الجديد كلية كان رافضا لمبدأ ترشيح الرئيس مبارك في الانتخابات القادمة، وهو تيار واسع كان يهيد الأجواء وبقوة لترشيح نجل الرئيس في الانتخابات القادمة. طيب أستاذ فراج، يعني لكن أنا بس نعم. هل أنت هنا الآن تحاول الفصل بين من المسؤول عن الانزلاق الذي حدث في ميدان التحرير بأنه ليس كل الحزب الوطني سيء؟ لا، أنا لا أقول ليس كل الحزب الوطني سيء، لكن أقول أن الجناح الحرس الجديد هو الأقوى، وهو المسيطر على القرار وعلى مقاليد الأمور في الحزب الوطني منذ عامين.
يعني الحرس القديم هو حرس كان يؤدي أدوارا تقليدية سياسية، لكن الحرس الجديد هو المسيطر. بمعنى أنني عندما أقول أن الحرس الجديد هو المسيطر أستطيع أن أقول أن الحزب الوطني كله يعني مسؤول. لكن الحزب الوطني كله الآن يتحمل مسؤولية أيضا. كله يتحمل المسؤولية. هناك نقطة أخرى أيضا أثيرها، وأعتقد أن الحرس الجديد في الحزب الوطني أو تيار التوريث هو الذي ساهم فيه، وأن الأجهزة الأمنية في مصر يعني أخذت تشكيلة غريبة خلال السنتين أو الثلاث أعوام الماضية. الكل يعتقد أن مثلا وزير الداخلية سواء السابق أو الحالي الحبيب العدلي مثلا مسؤول عن كل أجهزة وزارة الداخلية. لا، هناك أجهزة أخرى لا تقع تحت سيطرة وزارة الداخلية. هناك جهاز مباحث أمن الدولة الذي يقارع رئيس في مباحث أمن الدولة سلطة وزير الداخلية. هناك مدير أمن القاهرة ذو سلطات واسعة. هناك أجهزة أخرى غريبة مثل جهاز رئاسة الجمهورية. جهاز رئاسة الجمهورية هو جهاز أنشئ إضافة إلى الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى الحرس الجمهوري عام 98 استحدث، أصبح القوة الأمنية الثالثة في مصر بعد جهاز الأمن القومي ومباحث أمن الدولة في قوته. يعني هناك نوع من اللخبطة الشديدة بين الأجهزة الأمنية، لدرجة أنني مثلا شخصيا بدأت أشك أن كل مقاليد الأمور أو القرار في يد الرئيس مبارك. برأيك هل يمكنها بالفعل أن تمارس ضغطا قويا لإيقاف كل هذا الانزلاق الحاصل؟ نعم، الضغط الأمريكي بالذات يستطيع أن يمارس دورا كبيرا، يعني بس لكن أمريكا فيما يبدو تحتاج إلى تأكيدات بأن رجال الحكم القادم سيحافظون على معاهدات مصر الدولية. الثورة الشبابية في ميدان التحرير الآن، والرابط بين الثورة الشبابية والنخب التي تعبر عنها في تصريحات سياسية لا تستطيع الآن أن تخرج برسالة اطمئنان إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية عموما. هذه الرسالة ضرورية جدا في هذا الوقت أن تصل إلى الغرب، أن رجال الحكم القادم أو أي حكومة قادمة ستحافظ على معاهدات مصر الدولية. طيب هل الغرب الآن مقتنع، هل المواقف الدولية مقتنعة بأن الذين تواجهوا في ميدان التحرير هم بين مؤيدين ومعارضين لمبارك؟ لا، ليس هناك من هو مقتنع بذلك. يعني الأحداث التي جرت أمس بدت في ظاهرة أن هناك عملية هجوم منظمة. يعني أمس مصطفى الفقي خرج ليقول أن وزير الداخلية كأنه قرر إخراج المتظاهرين بالمتظاهرين على أساس أن هذا منهج قديم عند وزير الداخلية الجديد معروف عنه. لكن فيما يبدو لي كما قلت من قبل أن الحرس الجديد الذي يحتاج من الرئيس مبارك التدخل شخصيا لتحييده في هذه المرحلة، لأن هذا الحرس أساء هو الذي عجل بهذا الغضب عندما عن طريق إبعاد معظم المعارضين من دخول مجلس الشعب عن طريق أحمد عز، وها هو يكرر أمس الخطأ للمرة الثانية عن طريق يعني مرة أخرى عن طريق دفع المتظاهرين إلى الشارع. في الحقيقة أن الرئيس مبارك مطالب بتحييد هذا الحرس، بتحييد الحزب الوطني، لأن الرئيس بعد خطابه الأول أمس كان قد نال شعبية كبيرة وكان هناك حالة من الانقسام في الشارع. وأعتقد أن هناك لكن هذا الانقسام الذي حصل ليس بمعناه أنه انقسام إلى حد الاشتباك. يعني لا، ليس لحد الاشتباك، ولكن هناك يعني من كان مقتنعا أنه حسنا يمكن لنا أن نصبر الفترة المقبلة حتى ينتهي وما تحقق جميل لحد هذه اللحظة، ولكن ما حدث أنه كان مفاجأة للجميع. لا، لكن كانت هناك قناعة وخاصة من بعض النخب لإقناع الشباب بأنهم توصلوا إلى قرارات مهمة جدا من الرئيس مبارك، وأنهم يستطيعون العودة إلى بيوتهم، وأن الرئيس مبارك الذي أعلن أنه لن يرشح نفسه وأنه سيقضي تقريبا يعني شهور نهاية الخدمة، كان هناك اقتناع كامل بأن الرئيس لن يكون له الدور في إدارة الملفات القادمة، وأن عمر سليمان سيقوم بإدارة هذه الملفات. لكن هذا الجناح الذي أعتقد أنه يخشى من فصم علاقة الزواج بين الثورة والسلطة تحرك وكان مجهزا للحركة، لدرجة أن يعني تحرك في وقت واحد في معظم محافظات الجمهورية. يعني أنا لا أقول إنه يعني القاهرة والإسكندرية وحتى إلى الصعيد كلهم كانوا آلاف خرجوا فجأة. فهو حرص له قدرة كبيرة على التنظيم منذ يعني حتى في الانتخابات البرلمانية السابقة كان لديه قدرة على إخراج ما أستطيع أن أسميه الآن ميليشيا غير مسلحة تستطيع أن تتحرك في الوقت المناسب. نعم.
طيب لكننا شهدنا مثلا هناك في محافظات أخرى خرجت مظاهرات أيضا بين مؤيدين ومعارضين ولم يحصل ما حصل في ميدان التحرير. ميدان التحرير كان الهدف واضح، هم إخراج هذه المجموعة. هذه المجموعة يعني الحرس الجديد يظن أنها هي السبب في إحباط كل ما خططهم لاستمرار التوريث أو استمرار الحكم للحزب الوطني في الفترة القادمة. يعني ميدان التحرير هو نقطة القيادة لهذه العملية، وكانوا يريدون إخراجها، وأعتقد أن التوجيهات كانت صادرة إليهم التحرك من مصطفى محمود وهي آلاف لإخراج هؤلاء ولم يكن يتوقعوا هذه المقاومة. الآن هناك السؤال الرئيسي: لماذا لم يتدخل الجيش؟ أنا حقيقة إلى الآن لي رأي شخصي أن الجيش لم ينزل إلى القاهرة حتى الآن، وأن هناك قوات رمزية من الحرس الجمهوري هي التي موجودة في ميادين القاهرة وخاصة ميدان التحرير، وهذه القوات لا تتلقى تعليماتها من قيادة الجيش. الحرس الجمهوري يتلقى تعليماته من قائد الحرس الجمهوري. نحن لا نعرف من هو قائد الحرس الجمهوري. في جميع المراحل السابقة كنا نعرف قائد الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري هو الذي المفروض أنه يحافظ على أمن القاهرة، وهو الذي حافظ أيضا على النظام الجمهوري في عهد السادات وفي عهد عبد الناصر. إلى الآن لا نعرف، حتى دور الحرس الجمهوري ليس واضحا حتى الآن. لكن أنا شخصيا عندي شك أن الموجود في القاهرة الآن هم من الجيش الذي يتلقى تعليماته من القيادة العامة للقوات المسلحة.